السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب، وتبقوا بأحسن حال وربنا يبسط الجميع. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية رقاق كده في السريع، طريقة بسيطة ومبتاخدش مجهود كتير ولا وقت. تعالوا مع بعض نشوف عملناه ازاي ونبدأ على طول. انا معايا هنا 2 كيلو من الدقيق. 2 كيلو من الدقيق، تمام. طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاها. ال2 كيلو دول بيعملوا لي كميه كبيره، يعني كميه كبيره جدا. خلاص. هعمل ايه؟ اول حاجه انا جبت كوبايتين من الميه زي ما انتم شايفين كده. اول كوبايه بحط فيها معلقه كبيره من الملح، والكوبايه التانية هحط معلقتين كده من السكر. كل كيلو بياخد معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر. تمام، ده لو انت عايزاه ياخد معاكي لون كده محمر شويه. لو مش عايزه بلاش، ما تحطيش سكر، اكتفي بالملح. هنزل كده بالكوبايتين بتوع الميه بتوعي، وهبدا ان انا اقلب كده مع الدقيق. المكونات مفيش مكونات يعتبر، ولا مفيش اي حاجه، هو شويه دقيق وميه وذره ملح كده وشويه سكر والدنيا بتبقى تمام. هعجن كده، بحط ميه لحد ما الاقي العجينه لمت. انا حوالي 5 كوبايات حطيتهم على ال2 كيلو. من الكوبايات الكبيره اللي هي بتاعه الشاي. طبعا كل دقيق على حسب بياخد قد ايه ميه. المهم تبقى العجينه ناشفه، مش عايزينها طريه. خلاص، تبقى العجينه ناشفه قدر الامكان، تبقى ناشفه. هتاخد معاكي وقت جدا في العجن. لو عندك عجان هيبقى الموضوع اسهل عليكي بكتير. انا كده حاولت الم العجينه على قد ما قدرت، وبعد كده حطيته على الرخامه وبدات ان انا اعجن على قد ما اقدر. بصوا، هو بياخد وقت شويه، بس اهم حاجه تبقى العجينه ناشفه، مش عايزاها طريه. خلاص. وبعدين لو حسيتي ان هي عايزه ميه، ما تنزليش بميه كتير، احنا بننزل بنقطتين نقطتين ونبدا نجمع العجينه بتاعتنا. عايزاها ناشفه قدر الامكان. خلاص. اهو. هعمل ايه بقى بعد ما عجنتها كده؟ خدت لها حوالي ربع ساعه كده في العجن. ماشي، يعني وقت كبير. الناس اللي هتقولي مش قادره اعجن، والله اشتروا احسن. نصيحه، اشتروا احسن. تمام. ولكن في ناس بتحب يعني تحس بفرحة العيد، فبنعمل الموضوع دوت علشان فرحة العيد. انا هسيبه يرتاح، هغطيه بكيس بلاستيك، وهسيبه حوالي 10 دقايق كده يريح. بصوا العجينة دي كده. انا قلت اوريها لكم قبل الاول ما تريح. هوريها لكم بعد ما ريحت هتبقى عاملة ازاي. تمام. هي تلاقيها كده تحس ان هي بتقطع، ما فيهاش عرق عشان ما ريحتش. بصوا بقى بعد ما ريحت هتبقى عاملة ازاي. بصوا بتمط ازاي. علشان ايه؟ علشان سيبناها ترتاح. خلاص. صينيه بقى كده وعليها رشه من الدقيق، وهبدا ان انا اكور العجين بتاعي كور متوسطه، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. في ناس بتحب الرقاق صغير، صغري العجينه مفيش مشكله. انا عاملاه الحجم الوسط، ولا كبير ولا صغير. خلاص. بعد كده بعد ما كورت الكميه كلها ببدا ان انا برضو اغطيه بكيس حوالي 10 دقايق. وببدأ بقى اسيبه برضو يرتاح كمان 10 دقايق علشان العجينة تقدر تروح وتيجي وتتفرد معاكي. رشة بقى كده من الدقيق تحت العجينة ورشة من فوق، وابدأي كده دوري العجينة وافرديها. ما بتاخدش وقت خالص ولا صعوبة ولا اي شيء. تمام. وبعد كده بتبدأي ان انتي تلفيها على النشابة بتاعتك. كل ما تلاقيها بتلزق معاكي حطي رشة دقيق، مفيش مشكلة. خلاص. بنعمل ايه؟ بلفها كده على النشابة، وباخد من جوه لبره للاطراف، يعني من النص للاطراف. خلاص. اول ما بحس ان هي بتبدأ ان هي تلزق كده بدي تنسيمة من الدقيق. طيب بحط قد ايه دقيق؟ مش كمية معروفة يعني، بيبقى على حسب العجينة. فانا بخلي معايا حوالي نص كيلو من الدقيق. ابدا ان انا ارش منه فاض ما فاضش خلاص. تمام. وكله بيدخل في العجينه، فبيبقى ما بنهدروش يعني. تلاقي العجينه بتتشربه كده زي ما انتوا شايفين. ببدا ان انا الف بقى كده فيه اهو. تمام. ما بياخدش اي وقت خالص، والله انا بعمله بسرعه. ممكن انت عشان مش متدربه مثلا، او انت ما بتعملوش قبل كده ياخد معاكي وقت شويه. ولكن الناس اللي بتبقى عاملاه قبل كده بتلاقي ان الموضوع بسيط وسهل يعني.
تمام. الموضوع كله بتاع حسبة ساعة، ساعة ونص، ساعتين بالكتير قوي لو النار عندك هادية وبتاخد وقت. تمام. اهو انا بعمل ايه بقى بعد ما بفرد كده العجينة على النشابة، ببقى الفرن بتاعتي سخنة جدا، وببدأ ان انا افرد كده الرقاقة بتاعتي اهو في الفرن. عملناه قبل كده على البوتاجاز، وريتكم قبل كده على البوتاجاز، دلوقتي هنعمله مع بعض في الفرن. انا بحط الرقاقية كده بقى نصين على النشابة. تمام. وابدأ ان انا افرد كده زي ما انتم شايفين، وابدأ ان انا ابعدهم عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض. خلاص اهو بس كده. هو بقى بقفل بقى الباب علشان يبدأ ان هو ينفش معاكي كده شوية، او يعمل شوية بقليل زي ما انتم شايفين كده. وبقوم قلباه على اليمة التانية اول ما احس ان هو بدأ ياخد لون. بصوا ما بياخدش اي وقت، ثواني ثواني معدودة. يعني لو انت معاكي بنوتك، اختك، مامتك، صاحبتك، ابنك، انا اوقات بخلي اولادي الصبيان هم اللي يساعدوني، بيتسلوا يعني. وبنعمله ما بياخدش معانا اي وقت. بصوا بيعمل كمية كبيرة جدا، وموفر، مش هنقول لا. يعني انت دلوقتي لو اشتريتي الكيلو من بره هيعمل له بتاع 60 جنيه. خلاص انت هتعملي ب40 جنيه، هتعملي كمية كبيرة جدا وهتفيد منها كمان. يعني بص انا بعمله للاولاد في العيد يفطروا منه. صينية رقاق كده باللبن بتبقى جميلة جدا، هعملها معاكم برضو ان شاء الله. وبعمله باللحمة المفرومة، واوقات بعمله كده بشوربة بس، ويبقى زي عيش كده بيغمزوه باللحمة. بصوا مقرمش ازاي. ما تقوليش لا ده طالع من الفرن طري، لا هو بيبقى طري، واول ما بتسيبيه على الرخامة كده او على آه، على اي حاجة يعني عندك، بتلاقيه هو بدأ يقرمش وينشف وكل حاجة. الدقيق اللي بيبقى عليه دوت، لما بيبقى عليه دقيق كده ما تقلقيش، لما بتيجي تسوي وتشطفيه بالمية او باللبن او بالشوربة، كل الدقيق ده بيقع ما بيبقاش موجود. خلاص. الناس بقى اللي بتقول لا مش هقدر اعجن، مش هقدر، تعبانه، الكلام ده كله ما تتعبوش نفسكم واشتروه. بس في ناس، انا من الناس اللي بتحب تعمل ان شاء الله كيلو علشان افرح الاولاد، بينبسطوا بجد. البيت بيبقى فيه خير كده وبركه وفرحه. فنصيحه، جربوا تعملوا في البيت بجد، طريقه حلوه وبسيطه. هنعمل مع بعض وصفات حلوه باذن الله. استنوني في وصفات جايه كتير، وان شاء الله اعمل معاكم صينيه رقاق باللبن بتاعه الفطار، وان شاء الله نعمل مع بعض رقاق باللحمه، ونعمل وصفات العيد. كل سنه وانتم طيبين. بعتذر لو متاخره عليكم في الفيديو. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.